السلام عليكم طلبة 5 ابتدائي، أهلا وسهلا بكم يا أبطال. وحشتوني جدا. جيت لكم النهاردة بعنوان الدرس اللي هو جولة في محافظات مصر، الدرس الرابع في الوحدة الأولى. كل اللي عليك يا بطل تنزل بسرعة تعمل اشتراك في القناة لو لسه ما عملتش عشان يوصلك كل جديد، وتضرب اللايك التمام وتصلي على النبي، ويلا بينا. بص معايا كده حبيب قلبي، بيقول لك ان لكل محافظه في مصر موقع مميز على الخريطه وليها مساحه معينه وعدد من السكان. يبقى كل محافظه ليها موقع مميز على الخريطه وليها مساحه معينه وليها عدد من السكان. فتعالى بقى اقول لك موقع محافظاتك اللي في مصر ومساحتها والسكان، وان البيئات دي لما بتتنوع بيساعد على تنوع ثقافتها واختلاف اسلوب الحياه من بيئه لاخرى. طب تعالى اقول لك موقع محافظتي. قال لي يا باشا تختلف اشكال المحافظات المصريه. اشكال المحافظات مختلفه من محافظه لاخرى. ازاي؟ قال لي فهتلاقي محافظات مصريه تقع كل محافظه في مكان محدد يميزها. كل محافظه ليها مكان محدد بيميزها، زي مثلا القاهره ليها مكان محدد هنا على الخريطه. قال لي وفي كمان محافظات بيجاور كل محافظه محافظات اخرى، وكل محافظه حوالين منها محافظات اخرى، سواء من الشمال او من الجنوب، من الشرق او من الغرب. زي مين؟ زي محافظه الاسماعيليه. يبقى قال لي ان كل محافظه ليها مكان محدد زي القاهره، او في محافظه بيحيط بها محافظات اخرى من الشمال والجنوب، من الشرق والغرب، زي الاسماعيليه. قال لي وفي محافظات حدود. طب يعني ايه محافظات الحدود؟ قال لي محافظات الحدود هي المحافظات اللي تشترك في حدودها مع ايه؟ يا مع دولة اخرى او مسطح مائي بحر. يبقى قال لي يا باشا هي المحافظات اللي تقع على اطراف حدود مصر البرية او البحرية، وبتشترك مع دول اخرى او احد المسطحات ايه؟ المائية. قال لي هم كم محافظة؟ هم 5 محافظات الحدود. مين هم؟ مطروح، الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، والبحر الاحمر. وهو بيقول لي مثالنا هم جنوب سيناء والوادي الجديد. قال لي فكل دول بيجاورهم ايه؟ يا دولة اخرى يا محافظة او مسطح مائي. تعالى بقى اقول لك مين هم ال5 زي ما انا لسه قايل لك: شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، الوادي الجديد، ومعاهم البحر الاحمر. يلا بينا كده حبيب قلبي نبص على المحافظات. عندي ادي عندك القاهره اللي لسه قايل لك عليها في المنطقه دي، وعندك هنا الاسماعيليه، عندك شمال سيناء، جنوب سيناء، عندك مطروح، عندك الوادي الجديد، عندك كمان البحر الاحمر. بص معايا بقى كده حبيب قلبي، بيقول لك ان تختلف المحافظات من حيث مساحتها. يعني محافظات مصر مختلفه من حيث المساحه، في محافظات كبيره جدا في المساحه ومحافظات قليله جدا. طب مين اكبر محافظه في مصر من حيث المساحه؟ قال لي طبعا محافظه الوادي الجديد، واصغرها دمياط. يبقى اصغر محافظه في مصر من حيث المساحه محافظه دمياط، اما اكبرها من حيث المساحه الوادي الجديد. يبقى اصغر محافظات مصر دمياط، اكبرها الوادي الجديد. وخد بالك انا هنا بتكلم عن المساحه. تعالى بقى اكلمك عن اكبر محافظات مصر واصغرها من حيث السكان. قال لي اكبر محافظات مصر واصغرها من حيث السكان القاهره. يبقى القاهره يا باشا هي اكبر محافظات مصر من حيث عدد السكان، محافظه كبيره جدا في السكان. قال لي والمحافظات القليله من حيث عدد السكان واقلهم جنوب سيناء. يبقى اكبرهم مين؟ اكبرهم القاهره، اصغرهم جنوب سيناء. أكبرهم القاهرة، أصغرهم جنوب سيناء من حيث عدد السكان. أما لو من حيث المساحة أكبرهم وادي جديد، أصغرهم دمياط. ركز معايا يا بطل. قال لي بقى تعالى أقول لك إن في حاجة اسمها كثافة سكانية. يعني إيه يا مستر كثافة سكانية؟ قال لي بص، هو عدد السكان على المساحة اللي بيعيشوا عليها. يعني أنا بشوف عدد السكان بالنسبة للمساحة. لو عدد السكان كبير قوي على المساحة يبقى دي منطقة مزدحمة، لو متوسط يبقى منطقة متوسطة. طب لو قليل المساحة أكبر من عدد السكان يبقى منطقة منخفضة أو قليلة. قال لي هو متوسط عدد السكان الذين يعيشون في الكيلومتر مربع الواحد من المساحة، وبتختلف من محافظة لأخرى حسب الكثافة السكانية للمحافظة. فالكثافة السكانية تساوي عدد السكان مقسوم على مساحتها. فتعال أقول لك إن مثلا في مصر من الدول اللي بيبان فيها توزيع السكان. يعني إيه؟ تعال اقول لك ان في محافظات مثلا تزدحم فيها السكان زي الوادي ومحافظات الوادي والدلتا، محافظات الوادي وايه والدلتا، زي القاهره، الجيزه، الشرقيه، ودي محافظات مزدحمه بالسكان. قال لي وكمان في محافظات قليله. بس الاول هقول لك ليه المحافظات دي مزدحمه. اللي هم مين؟ القاهره والجيزه والشرقيه، اللي هم مالهم مزدحمين بالسكان. قال لي مزدحمين ليه؟ خصوبه الارض، وفره المياه. وكمان بقى بنلاقي محافظات صحراويه قليلة السكان.
منخفضة الكثافة السكانية، زي مين؟ الوادي الجديد وجنوب سيناء ذات كثافة سكانية منخفضة جدا رغم ان مساحتها كبيرة. يبقى رغم ان مساحتها كبيرة فهي منخفضة في الكثافة ايه؟ السكانية. تعالى بقى اقول لك تأثير البيئة على أنشطة السكان. هي البيئة بتأثر على أنشطة السكان؟ قال لي اه طبعا. لو عايش في بيئة زراعية فمعظمنا هيعمل بالزراعة، لو عايشين في بيئة صناعية فمعظمنا هيعمل بالصناعة، لو عايشين في بيئة ساحلية فمعظمنا هيعمل بصيد الأسماك. قال لي فمثلا بص، تؤثر البيئة بشكل كبير على نوعية الأنشطة التي يمارسها السكان. فوقوع المحافظة على مسطح مائي ينتشر نشاط صيد الأسماك. يعني لو في محافظة بتقع على مسطح مائي، على بحر أو محيط أو خليج، فده كله بيخلي عندها في نشاط انتشار الاسماك او صيد الاسماك، زي محافظه بورسعيد، محافظه الاسماعيليه، كمان محافظه الاسكندريه. اما لو في محافظه بتوجد عندها تربه خصبه ومياه عذبه، فدي عندها نشاط ايه طبعا وانت مغمض؟ نشاط زراعي. قال لي يبقى لو في محافظه عندها تربه خصبه ومياه عذبه، هقول له وانا مغمض ايه ده؟ نشاط زراعي يا مستر. يبقى يا باشا قال لي زي مين؟ الشرقيه والغربيه وقنا والمنوفيه. الشرقيه والغربيه وقنا والمنوفيه. ركز معايا يا بطل. قال لي يبقى عرفنا المحافظات اللي عندها مسطح مائي صيد اسماك او اللي عندها ميه عذبه وتربه خصبه نشاط زراعي. قال لي كمان في انتشار المدن الكبرى بالمحافظه، ودي اللي بيبقى عندها مهن خدميه، سياحه، امن، نقل، تجاره، صناعه، تعليم، صحه. قال لي زي القاهره والجيزه. زي القاهره ومين؟ والجيزه. قال لي كمان في محافظات عندها ابار بترول ومواد خام، ودي اكيد بينتشر عندها نشاط التعدين. بحر احمر، وادي جديد، جنوب سيناء، السويس. بحر احمر، جنوب سيناء، السويس. قال لي وفي بقى رقم 5 وده نوع خامس من المحافظات، وهو وجود اماكن اثريه، وده طبعا اثريه ومعالم تاريخيه، يبقى نشاط سياحي. الاقصر واسوان. الاقصر وايه؟ اسوان. يبقى احنا كده حبيب قلبي عرفنا انواع المحافظات اللي عندي وقد ايه ان البيئه او المكان او المحافظه بتاثر في نشاط السكان. ويبقى انت اتعلمت في الدرس ده الحفاظ على الموارد الطبيعيه بمحافظتك هي مسؤوليه جماعيه، ان احنا كلنا نحافظ على الموارد الطبيعيه وكمان نحترم المهن المختلفه، ونجب ان احنا نتحلى بالصفات الكويسه كمواطن صالح. وبكده حبيب قلبي نكون وصلنا لنهايه درسنا النهارده. اتمنى تكون استفدت. اشوفك ان شاء الله في فيديوهات جايه كتير. ما تنساش بسرعه تنزل تعمل اشتراك في القناه لو لسه ما عملتش، وتفعل زر الجرس وتضرب اللايك التمام. سلام.